نتحدث الآن عن منتخب عربي آخر، منتخب جزائري دخل بطموحات كبيرة، بحث أمام بطل العالم في النسخة الماضية عن إيجاد نفسه، ولكنه قابل ميسي ورفاقه الذين يبحثون عن الحفاظ على اللقب في مرة ثالثة فقط بعد أن حافظ عليه منتخبان فقط سابقا. أتحدث مع الأستاذ عبد الرحيم عن المنتخب الجزائري وما تلقاه من هزيمة صعبة أمام الأرجنتين، لكنها ليست بغريبة وليست بمباراة من الممكن أن تكون متكافئة نوعا ما. شوف، هي منطقية نتيجة المباراة، يعني ماهيش يعني قصدي مش ضد المنطق في كرة القدم. صحيح مؤلمة لنا احنا كعرب، ألمتنا النتيجة، لكن أنت بتواجه لاعب أسطورة بصراحة. كيف أسطورة؟ هذا اللاعب بلاش الارقام، بلاش اللي نقول لك انه هو هذه السادس دوره، وهو الوحيد في العالم اللي وصل 6 دورات في كاس عالم، وهذه المباراه رقم 27، وهو رقم ايضا، وهو وصل للهدف 16، وهذا المباراه 200. الرجل هذا اللاعب اعطانا حاجه، ان التكوين البدني مش مهم في لاعب كره القدم. من لعيب ضئيل الحجم، ماهوش بالقوه البدنيه وبالتالي العقل أعطانا العقل والمهارة أهم من التكوين البدني. 2، دائما نسمع في مثل في المجاملات بالذات اللي في السنة، نحن لما تجي تقول أنا سني كذا، واحد يجاملك يقول لك والله العمر مجرد رقم. والله العمر مجرد رقم، أنا شفتها في ميسي بصراحة. العمر مجرد رقم حقيقة، اللي هو يدير فيه في كرة القدم يعجز كثير من اللاعبين صغار السن على أن يحقوه. الشيء الثاني، ليش نقولوا أسطورة؟ اللاعب الخارق عادة في كل الأجيال وفي كل الأزمنة حدث خارق، شخصية خارقة لا تتكرر حقيقة. فبالتالي مقابلة الجزائريين أمس اللي في تقديري ذبحها من التحكيم. الجزائر أمس ذبحت من التحكيم. كان المنتخب الأرجنتيني أقل شيء يستحق على الأقل 2 بطاقة حمراء، أقل شيء المنتخبات، بالذات ميسي. تكلمنا عن ميسي كعظمة اللاعب، لكن أمس يستحق البطاقة الحمراء في تدخله مع عيسى مندي، وبالذات بعد التعديلات الأخيرة في حكام الفيديو، واللقطة أعيدت. على هذا اللاعب يستحق بطاقة حمراء بامتياز. لكن ليش ما منحش البطاقة الحمراء من الحكم البولندي؟ العدالة تغيب وتحضر في كرة القدم. في لقطات أخرى هي غير لقطات ميسي تم الحديث عنها. نعم، يعني لو نقولوا انه هو تقديرا لميسي ومكانته من الصعب تطرده. اقل شيء في هذه المباراه المنتخب الارجنتيني يستحق بطاقتين من اللون الاحمر، لكن ثلاثيه تغني عن اي حكم مقفل مع منتخب الجزائر مع منتخب الارجنتين ولا غيره. انا قبل ما نكمل ما نبيش جمال الجول الاول نتاعه، لو ممكن مخرج يعطينا الجول الثاني. اعطوه هدف ميسي الثاني. هاي أنا نتمنى نشوف الجول الثاني كيف رشحها الحارس زيدان. ما زال بعد هذه، لا بعد هذه، بعد اللقطة هذه رشحها الحارس من بداية اللعبة. أنا نتمنى تكون من بداية اللعبة. لا من بداية اللعبة، من بداية اللعبة. لا من بداية اللعبة. ما عندناش حقوق احنا، مش في الدوري الليبي استاذ عبد الرحيم. جمالها وين؟ هو جناح يسار، استقبل الكرة في جناح اليسار، لعب بالباص لمنطقة قدام منطقة الجزاء، ومشى باتجاه ال 16. لما زميله يبي يسدد، هو بحس المهاجم، حس على طول مشى الحارس على طول. طبعا هو ميسي ويعرف جيد. مو طبعا احساس اللاعب. الكباتن ممكن باختصار أراه صعب جدا، في اشياء ربانيه في اللاعب تخلق، صعب جدا المدرب يزرعها بكل تاكيد. الحس والاحساس وسرعه البديهه ما تقدرش تزرعها في الانساني. خليني اسالك بالمختصر المفيد، هل لانه ابن الاسطوره زيدان يستطيع التواجد وحراسه مرمى منتخب الجزائر؟ وهل ذبح فعلا المنتخب الجزائري الحارس زيدان على الأقل تحمل خطأين في الأهداف الثلاثة المسجلة؟ لا
أقل تحمل خطأين في الأهداف الثلاثة المسجلة؟ لا ظلم. ضحية زيدان كان ضحية ميسي، لم تكن ضحية ميسي، كانت ضحية العربية السعودية. قل شنو الربط؟ الربط 2022 المقابلة الأولى متاع الأرجنتين ضد فريق عربي، العربية السعودية انهزم 2-1، خذت منه الدرس. لا تريد الأرجنتين أن يتكرر هذا المشهد؟ بالطبع. بس سي فتحي هذا فال كويس على الارجنتين يفوزوا عليها العرب في اول مباراه، أي. فازوا عليها اخذت الكاس، كان المفروض تخلي الجزائر يفوزوا عليه باش تاخذ الكاس. هذا هذا فال كويس. ما عادش كيفاش فال كويس واحد يخسر باش يربح معناها بعد سلسلة النتائج الإيجابية كلها. لا وين؟ وأن كرة القدم العربية راهي تطورت جدا. صحيح. والاحترام، احترام المنافس، احترام اسم المنافس مهما كان. فميسي وفريق الأرجنتين احترموا الجزائر، والفريق الجزائري ما كانش معناه بالمستوى التاعب اللي تتصوروا نتيجة 3-0. لهنا بطبيعة الحال أنا مع الأستاذ نجم، الأوراق الحمراء تخرج الناس الكل، الأوراق الحمراء ما عندهاش جنسية، الأوراق الحمراء معناها تعطى كل لاعب يخطأ، ولكن مع الأسف لهنا لاحظنا ظلم قوة ميسي وظلم التحكيم، لأنه فعلا فما على الأقل ورقة حمراء كانت ربما تغير المعطيات. المهم الجزائر في مجموعة قادرة على الترشح، الجزائر واضحة مريح، واضحة مع الأرجنتين، تنهزم مع الأرجنتين ماهوش إشكال، معناها ماهوش إشكال، تنجم تتجاوز من بعد. ولكن الفريق الجزائري كما قلنا كان ضحية لاعب استثنائي. أنت اليوم يا أستاذ نجم تقول في 38 سنة يعمل في المعجزات، وأنا نقدر، والحجم متاعه مارادونا رقم 10 أرجنتيني، لأنه الحجم متاعه نفس الشيء متاع ميسي. لكن أنا نعطيك موعد غدوة، الدون عمره 41، أكبر من ميسي 41 3 سنوات ما بيناتهم. لكن التكوين البدني أقوى يعني. لا التكوين البدني 41 قلت مهما كان يعني. لا تخدم، لانه فما الانضباط في الحياه اليوميه، والمورفولوجيا في حياتك، في كذا، كل واحد واسلوبه وطريقته. كل واحد ميسي يعتمد على مهارته، وذاك يعتمد على انضباطه وعمله والقوه البدنيه. ميسي على كل اليوم هو نجم كاس العالم 2026 حتى في سن 38 سنه، سجل 3 أهداف مهما كان اسم المنافس. برافو ميسي. جمال، الحديث عن المنتخب الجزائري أتى أيضا بأمور فنية مختلفة. المنتخب الجزائري جانا بأفكار تجديد، لكن اللاعبين اللي في الدكة ليسوا لاعبين منتهي الصلاحية. اليوم أن تلعب مباراة وأنت تقول بأن محرز لا يستطيع أن يؤدي أدوار دفاعية، لكن لما يدخل لأرضية الملعب يكون في التوب، عوار، تغيير طريقة اللعب. بن سبعيني اللي يلعب ممتاز في طريقة الثلاثي في الخلف، اليوم تلعب ب4 بعد ما كنت مميز فيها كمنتخب جزائري. أيضا الشكل الفني والتكتيكي واختيار اللاعبين وطريقة اللعب أثرت على المنتخب الجزائري. نشوف المنافس، لأنه هذا المنتخب الجزائري هو منتخب طور البناء. صحيح. مع المدرب بيتكوفيتش كانت الشذرات الأولى في كأس أفريقيا التي جرت في المغرب، أنا ذاك خرج دور ربع النهائي أمام منتخب نيجيريا، ثم تواصلت المسيرة إلى أن جاء يعني كأس العالم هو منتخب طور البناء. أنت لم تكن تواجه منتخب عادي، أنت تواجه بطل العالم. ربما الخطأ، هي الهزيمة واردة لأنك تواجه الأرجنتين، ربما لكن الأمور التي كان يجب الاشتغال عليها أكثر هو يعني المساحات. لا يمكن ميسي أن يجد كل تلك المساحات. ميسي يعني يجب أن تشدد عليه الخناق، أن تغلق المساحات، أن تلعب يعني بكثافة عددية، فبالتالي وجد نفسه يعني في وضع مريح جدا. التمريرة الأولى التي مرت يعني على بوداوي وكسرت الخط وجدت ميسي في انتظاره، ثم يعني التسديده ديالو التي مثل هذه الكرات لا يضيعها ميسي. الهدف الثاني صحيح خطا ديال الحارس لوكا زيدان الذي يلعب بالمناسبه المباراه الثامنه له فقط مع المنتخب الجزائري، والهدف الثالث ايضا نفس الامر. فبالتالي لا يمكن للاعب في هذا المستوى
أن تعطيه كل هذه المساحات، فبالتالي سيكون العقاب كبير جدا ومؤلم، وهذا ما وقع. أيضا الإشكال الثاني هو في النتيجة 3-0. صحيح الإمكانية التأهل مازال متاحة، لأن هناك النمسا وهناك منتخب الأردني يمكن أن يحقق نتائج إيجابية، ولكن الحصة أحيانا تضعف الحظوظ، خصوصا إذا لم تفوز مثلا في المباراتين المقبلتين أو تحصل على الأقل على 4 نقاط. في 3 نقاط تدخلك في الكثير من الحسابات مع بقية المنتخبات التي يمكن أن تحتل الصف الثالث، علما أنه حظوظ الصف الثاني مازال ملعوبة، يعني بيد المنتخب الجزائري كما هي بيد المنتخب النمساوي وبيد أيضا المنتخب الأردني. فالدرس المستفاد أنه ليست كل المباريات يمكن أن تلعب يعني بشكل مفتوح، فهذه من الصعب الضغط على الأرجنتين. صحيح كأس عالم ديال مثلا ما قدمه منتخب الرأس الأخضر، أنه كيف أنه لعب بكتلة أمام منتخب إسباني، وعجز المنتخب الإسباني عن اختراق تلك الكتلة وعن إيجاد يعني منفذ لمرمى الحارس أيضا أربعيني فوزينيا. صحيح. اللي ايضا تألق يعني في سن ال40، ويبدو ان كاس العالم ديال الاربعينات. كاس عالم الكهول. سؤال اخير حول هذه المباراه اليوم. لحظه استاذ عبد الرحيم حنجيك. اليوم السؤال عن عوده الخبرة بالنسبة للمنتخب الجزائري، أهمية تواجد محرز، دور ميندي وبن سبعيني بالإضافة لحسام عوار. اليوم الشارع الجزائري يتحدث عن نريد الخبرة، الهيبة، لاعبين خاضوا الكثير من التجارب هم اللي يقودوا، وبعدين ندعمه بلاعبين شبان وجدد. واضح الشارع الجزائري له الحق في المطالبة بهؤلاء اللاعبين لاعبين الخبرة. استاذ جمال قال لك بيطور البناء، لا تبناه قداش يا اخي، قداش يقعد يبني تبناه. كاس افريقيا انا ريت منتخب جزائري محترم جدا، كما قال في كاس افريقيا اللي تابعناه خرجت نيجيريا في مقابله كانت نجم تربح ولا تنجم تربح. دونك كان منتخب الجزائري حقيقه محترم جدا. ربما المدرب المنتخب الجزائري عمل حسابات كانت خاطئه تماما، يقول لك ضد الارجنتين حاشي بالشباب والروح والملاعبيه هذم، ربما بدنيا ما ينجموش يجاريوا الارجنتين، خلي نستعملهم بعد خطا، لانه باللاعبين اصحاب الخبره بن سيبي الاداء افضل كان. لا، والفريق الجزائري عنده وجه ينجم يقدم وجه افضل جدا. وانا الحقيقه تقريبا نعتبر ان المنتخب الجزائري سيترشح سوى الثاني سوى الثالث. استاذ عبد الرحيم، في تقديري بيكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري هو المسؤول على هذه النتيجه. لو لاحظت الاهداف الثلاثه اللي سجلها ميسي، بالذات الهدفين الاول والثالث، حصلهم في وضعيه في حصه تدريبيه ما يحصلهاش. مش معقوله يعني، مش معقوله المساحات بالطريقه هذه اللي نجم بهذه القيمه يعني. في تقديري الرجل لم يحترم الخصم اللي امامه بالطريقه الصحيحه، ويلعب باحتياط. هو لعب بتوازن وبتكافؤ مع لا مهما كانت الجزائر فانت تلاعب فريق بين صفوفه يا سيدي. انت بتدير حسابات للفريق الارجنتين بروحه، وميسي بروحه تدير له حسابات خاصه. لكن حلم تكرار مشهد المغرب والبرازيل بالند، الحديث على المنتخبات العربية التي تطورت وتستطيع مجاراة مصر وبلجيكا أيضا، فممكن هذا الذي يفكر فيه المدرب الجزائري جدا. أنت المساحات اللي هو حصل مساحات، يعني الجول الأول ضرب صحيح ركلة من مسافة لكن مرتاح وقراره بهدوء. الجول الثالث حتى الهدف اللي اترفض، نعم، والهدف اللي هو اللعبه هذه يحبها، لعبه التسلل من بين الخطوط. هو يجيك من الخطوط الخلفيه، وهذه اللعبه اللي كان يحبها. انت كيف تشوف فيها سواء كان الهدف اللي الغي لميسي، انت لو كان حسب الهدف هذا صح تقول لي حتى هدف الجزائر يحسب 2 في تسلل، لكن ما اعطاكش مؤشر الهدف ان راك انت امام ورطه. هو في مثل هذه المباريات هذا المستوى تبدا بالحصانه الدفاعيه، ان أكيد. المنظومه الدفاعيه تشتغل بشكل جيد، لان الاختيار حتى لاعبين مثلا ابعاد محرز، لماذا؟ من اجل المنظومه الدفاعيه، ولكن انت ابعدته من اجل المنظومه الدفاعيه، والمنظومه الدفاعيه لم تكن حاضره. والبديل ايضا في نفس المركز تلقى الكثير من الانتقادات بانه هو لم يؤدي الادوار الدفاعيه في الجهه اليمنى ايضا. وقل لي من يدربك اقول لك من انت. يعني بيتكوفيتش يعني صحيح تفضل انك
تبني اللاعب في بعض المرات. حتى مع نيجيريا استاذ فتحي راه ما كانش منتخب جيد في كاس افريقيا الامم، راه كانت سيطره مطلقه ديال منتخب نيجيريا، فبالتالي المدرب هو اللي شخصيته اسلوبه ينعكس على المجموعه. في مثل هذه المباريات في هذا المستوى انت مطالب اولا انه يكون موضوع جيد للاعبين، انتشار جيد للاعبين، انه المساحات يتم تقليصها. فاذا ما كانش عندك هذه القدرات مع هذه المنتخبات الكبيره العملاقه كيكون من الصعب انه يعني تدير مقابلات يعني تاريخيه او مقابلات كبيره. الا خديتي مثلا اداء ديال المنتخب الجزائري مثلا في مونديال البرازيل، كانت هذه الامور حاضره، كان البعد الهجومي، كانت تحولات مثلا مقابله المانيا الشهيره صحيح، كان دفاعيا كان جيد وكان يتقن تحولات مع لاعبين عندهم السرعه وعندهم الاداء، فبالتالي هذاك الاسلوب هو الناجع في هذا المستوى. وايضا لاعبين جوده اللاعبين ايضا بامكانها ان تصنع الفرق، وجوده اللاعبين ماشي نفسها، ماشي نفس المستوى. بكل تاكيد جيل 2014 وجيل 19 بالنسبه للجزائر من اروع الاجيال للكره الجزائريه. فازت فيها فرنسا صاحبه لقب النسخه قبل الماضيه بقياده مبابي ب3 أهداف مقابل هدف على حساب السنغال. كابتن فتحي، من شاهد المباراه وشاهد الفرص ثم يرى النتيجة يتوقع بأنها مباراة من طرف واحد، لكن وسود التيرينجا كانوا منافسين أقوياء للفرنسيس. بالطبع الشوط الأول تقريبا حتى فرصة للفريق الفرنسي. الشوط الأول مبابي كان حاضر بالغياب، الشوط الأول أوليزي عمل حتى معناها تمريرة حاسمة. الشوط الأول كانت السنغال معناها أقوى من الفريق الفرنسي في الشوط الأول، فرص السنغال كانت أهم من الفريق الفرنسي. الشوط الثاني الحقيقة عملية رائعة جدا. الناس تحكي على مبابي، أنا نحكي على أوليزي. التمريرة متاع أوليزي، تمريرة بين الخطوط، هي اللي فتحت باب الانتصار الفريق الفرنسي. معناها ريت معناها لاعب حل قال مفتاح نتاع المقابله. اوليزي تمريره رائعه لمبابي، ثم باركولا مباشره بعد دخوله تمريره ايضا في العمق من رابيو، 2-0. وبدات والسنغال راهو معناها تعمل في المقابله رائعه جدا، راهو تسجل هدف 2-1 باش تعود في المقابله. ومن بعد عندك لاعب اسمه مبابي، تصويبه تقريبا 25 متر، 3-1. كي ترى 3-1 تقول فرنسا في اتجاه واحد، مش صحيح. كانت مقابله صعبه، وانا متاكد انه فرنسا والسنغال باش يمروا، ومتاكد انه السنغال باش توصل بعيد في الكاس العالم هذه. جمال، الحديث عن منتخب فرنسا دائما مقرون بالحديث عن ديشامب. نتحدث عن مدرب يستطيع إدارة أي مباراة لمنتخب فرنسا وهو نائم، يحفظ كل ما هو كبير وصغير لهذا المنتخب. تبديلاته كانت مؤثرة. نتحدث عن باركولا، تغيير مكان ديمبيلي، التغيير الذي صار بين دوي وأوليزي. ديشامب كان النقطة التفوق دائما لفرنسا في آخر السنوات بسبب الاستقرار. صحيح ديشون خديتي المسار مسار ايجابي جدا، يعني تتويج بلقب كاس العالم، خساره اللقب 2022 بالضربات الترجيحيه ولولا بعض السنتيمترات الكره ديال كولومواني كان يمكن ان يحسم كل شيء ويضيف اللقب الثاني. مسار ايجابي جدا. صحيح انا قلت انه يمكن ان يدير منتخب فرنسا وهو نائم، يمكن ان يدير منتخب فرنسا وهو يعيش الحلم. لماذا؟ لانه ما توفر له المدرسه الفرنسيه من لاعبين ربما غير متوفر يعني في منتخبات اخرى. خيارات كبيره جدا، مساحه اختيار شاسعه جدا توفر، خاصه في الهجوم في الوسط، يعني في الكثير يعني من المراكز خيارات كبيره جدا بالنسبه للمدرب الفرنسي ديدي ديشون. مباراه فرنسا ربما حتى صحيح الشوط الاول كان في منتخب السنغالي كان متميز، ولكن المباراه ليست شوط واحد، المباراه هي الى غايه صافره النهايه. والغريب انه في الجوله الثانيه من قاد المنتخب الفرنسي للفوز هو مبابي ب3 كرات سددها للمرمى، واحده اصطدمت بالحارس واثنتان يعني اعطوا 2 أهداف، علما ان ارقامه الاخرى على مستوى الثنائيات ارقام ضعيفه جدا. صحيح. ولكن مبابي ايضا يكسر الارقام، اليوم يتصدر لائحه ترتيب الهدافين بالنسبه للمنتخب الفرنسي، يتفوق على جيرو.
عمره يسمح له ان يكون هداف كاس العالم يعني ويتجاوز التاريخي رقم المونديال القادم 30 31 سنه. صحيح يعني ما زال بامكانه ان يقدم يعني الكثير. المنتخب الفرنسي دائما يدخل في توب المرشح للقب. كيف ستكون النهايه؟ هو السؤال. ليس اما البدايه هي معروفه بالنسبه للمنتخب الفرنسي. ربما السنغاليين ايضا ظلوا يعيشون على وقع حلم تحقق في سنة 2002 لأن حتى الصحافة الفرنسية الصحافة السنغالية في الندوة الصحفية تسأل مدرب ديشون عن تأثير نتيجة 2002 على هذه المقابلة، وكان جواب ديشون أنه هؤلاء اللاعبين لم يكونوا قد ولدوا بعد، وأنه هو فقط أيضا تشاهد المباراة. هذا هو مشكلتنا يعني في القارة الإفريقية وحتى بلداننا، نعيش على التاريخ، نعيش على الأحلام وننسى الواقع. أنك تسعى لصناعة حلم جديد ينعكس عليك، على منتخبك، على بلادك وعلى كرتك. ننهي الحديث عن هذه المباراة التي بدأت فيها فرنسا مشوار البحث عن التتويج مجددا بعد أن فقدته في النسخة الماضية.